والتاريخ والواقع داخل هذه القرية، بأن التاريخ يكتب بالنضال ويكتب بالتضحيات ويكتب بالدماء ويكتب بالصمود. بداية أحيي المعتصمين وأؤكد على تحية المعتصمين اللي عبروا على واحد الروح ديال القتالية والصمود والثبات والانضباط في خوض معركة مفتوحة دامت 7 أيام منذ ثلاثاء 9/12/2014 إلى حدود 15/12/2014، والساعة توشك أن تقترب إلى 4 بعد الزوال. هذا إن دل على شيء فإنما يدل بأن شباب المدينة أصبح الآن واعيا وينبغي أن يضرب له ألف حساب. القسم الذي أديناه من داخل هذا المعتصم رغم قساوة المناخ، رغم كل المحاولات اليائسة لإفشال هذا الاعتصام السلمي والحضاري، إلا أن المعتصمين أصروا على مواصلة الاعتصام حتى تحقيق مطالب الضحية عبد الوكيلي الفتاح والمطالب ديالها الثلاث المحددة. أجلنا جميع المطالب ديال المدينة، وعلى رأسها مطلب ما يسمى مشروع المركب التجاري الذي يعرف أزمة حقيقية. قلنا غادي نأجلوا جميع المطالب إلا المطلب ديال الضحية الوكيلي عبد الفتاح، وهذا قسم أديناه على أنفسنا، وهو عهد ووعد وأمانة غادي نتحاسبوا عليها الآن، وغادي نتحاسبوا عليها يوم الحساب والعقاب، لأننا معروفين إلى صف الجماهير الشعبية، وما عمر كنا إلى صف الخائنين والمتواطئين والمتورطين. وبالتالي أكدنا أن العائلة ديالو في الشخص الخوت ديالو اللي كانوا كيتواجدوا معنا هنا بشكل يومي، وصبحنا دابا كنعرفوهم واحد واحد، بالله راه والله الحق ديال الضحية ما يضيع، ومستمرين أننا غادي نشكلوا جبهات ديال النضال داخل هذه المدينة حتى تعطالوا الحق ديالو كاملا. الآن الكرة في يد جميع الأطراف التي باشرت المحاولات والمساعي لإيجاد مخرج لهذه القضية العادلة والمشروعة. الأطراف لا نعلم فيها سوى بعض أفراد العائلة ديالو، أما باقي الأطراف لا نعلمها كمعتصمين. وبالتالي ما دام أن العائلة اقتنعت بهذا المضمون ديال هالشي اللي دار من خلال الحوارات على هامش الاعتصام، حنا ما عندنا حتى مشكل، لأن كنا كننتظروا فقط العائلة تقول لنا أنا دابا اقتنعت وتوضحت لي الرؤية والأمر ديالي بات العنق ديالهم. وحنا كمعتصمين نسجل للتاريخ أننا شكلنا لجنة للحوار، ما دخلنا في حوار، ما دخلنا في مساومات، ما دخلنا في ديالو. واحد من اللي كان حاضر وعرف هالشي يجي، الله يرحم لكم الوالد، واحد في ولاد عمي سعيد، واحد فيكم غير واحد غادي تحية نضالية. كاين واحد التصريح ديال العائلة ديالو حول هذه المجريات، واحد من العائلة ديالو غادي يعطي تصريح أمام الإعلام. نشكروا هاد الناس اللي تكرفسوا معنا هذه 7 أيام وهما معنا هنايا، حنا كنشكروهم، ولا التاني يجيو يديروا معنا شي محضر يكون قانوني، ما يكونش
نضمن هذا الشيء. اسكت تفضل. يكون قانوني هذا الشيء هذا، ونديروا لهم محاضر. كاين الناس اللي توثق على هذا الشيء، ماشي غادي نبقاو حنا نديروا شي حاجه اللي غير الهضره بالسياسه. لا، تكون حاجه مسخونه قانونيه وفيها الناس شهود، وهاد الناس راهم تكرفسوا معنا وهزوا معنا البرد. ما الناس اللي هزوا معنا هاد البرد هذا راه ما ننساش انا الخير ديالهم على حتى نموت بعدا. هاد الناس اللي بعدا انا عرفت دابا عاد عرفت الرجال، وعرفت اللي ناضل معانا، وعرفنا الناس اللي تكرفسوا معايا وبعدا جابوا الفراش من الدار، والناس اللي ساهمت معانا والناس ديال الساكنه بعدا عاونونا. وحنا هذيك القضيه ديال المركب حنا ناسيينها في هذا الشيء ديال هذيك المركب، ولا حنا نسيناها. ويعني حنا بغينا نعرفوا غير واحد الحاجه، تكون هذا الشيء عليه شهود والناس مثقونين، ويعني هذه الكلمات اللي عطاونا واش نيشان واش معقوله واش لا. تحيه نضاليه. هذا هو الوضوح، هذا هو الوضوح اللي كنا، لان احنا ما كناش في اللجنه اللي كانت كتحاور سواء على الكفاح. ارتاح ارتاح ارتاح، سنواصل 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 الكفاح. اكبر ريد غسيل ولا حكايه كان من الحقيقه. كاين الحقيقه حنا مشينا وصلنا النتائج اللي بغينا حنا، عطاوها كنا تابعين صافي. الله يخلف وجه البركه. شنو كاين من كملت سابق انتم وصلنا النتائج. يا سيدي اسمع الشريف، حاجه ماشي هي انا اللي كنطحينها ماشي بدمي هي هذه. ريض عرف شكون اللي قال خلينا ريض، خلينا نوصل الحقيقه. انا ما حضرتش، ما حضرتش. ريح الاختيارك انا ما نبغي، خليه اللي يحضر يعطينا، نقول لهم اللي يعطينا اللي يحضر، اللي يحضر شكون ده يفوت علينا. التوثيق راه حاجه اخرى، تغيير التوثيق.